أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بك يا برج الحمل. النهاردة هنتكلم يا برج الحمل عن شهر أبريل لعام 2024، والقراءة دي تنفع لرجال وسيدات برج الحمل وكمان تنفع لجميع الأعمار. فلو عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. برج الحمل، أحلامك هتتحقق، بس تعالى أقولك إزاي. أحلامك هتتحقق، بس تعال أقولك إزاي. وقبل ما أقولك إزاي يا برج الحمل لازم تعرف شوية تحذيرات مهمة. إيه التحذيرات المهمة دول؟ لازم تخلي بالك منهم، لأنك لو خليت بالك منهم هتبدأ تفهم إزاي أحلامك هتتحقق. أول شيء يا برج الحمل تخلي بالك منه إنك تتخطى مرحلة مقارنة نفسك بالآخرين. يعني تحاول ما تقارنش نفسك بحد يا برج الحمل. ليه؟ علشان ما تصدرش لنفسك طاقة تعطيل وطاقة سلبية داخلك. ابعد عن مقارنة نفسك بالآخرين. حاول كمان تدر ظهرك للأمور البسيطة التافهة وعن القيل والقال. ابتعد عن هذا تماما، يعني ابتعد عن القيل والقال، ما تخشش في حوارات أو مشاكل مع الآخرين. لو أنت عايز تحقق أحلامك وتنجح وتصل إلى ما يريده قلبك وعقلك. ثالث شيء تخلي بالك منه يا برج الحمل إنك لا تنظر إلى الحياة بنظرة قاسية، انظر إلى الحياة بنظرة تفاؤلية، واخلع النظارة السوداء التي تحجب عنك الرؤية والسعادة والفرح. كمان شيء مهم تخلي بالك منه ويعتبر ده أهم شيء، إنك عشان تحقق أحلامك يا برج الحمل لازم تشكر ويكون عندك رضا. الشكر والرضا على اللي انت وصلت له يا برج الحمل، سواء في حياتك العاطفية أو في حياتك المهنية. كمان يا برج الحمل ابتعد عن أصدقاء السوء. حاول بقدر الإمكان إنك تختار أصدقائك بدقة وعناية. كمان يا برج الحمل لا تكون عنيدا متشبثا بآرائك. حاول دايما إنك تسمع للآخرين يا برج الحمل من نصائح، سواء النصائح دي بتأتيك من الأهل أو من الأصدقاء. يا ريت ما تعاندش، حاول إنك تسمع للآخرين. كمان لا تنسى أهلك الذين هم في حاجة إلى رعايتك العاطفية والمادية إذا كنت عايز تنجح وتحقق أحلامك. كمان يا برج الحمل حاول إنك لا تجبر أحد عليك ولا تجبر نفسك لأحد. أنت طبعك كده مش هيتغير. ما تحاولش تخلي الآخرين يرضوا عنك. تحاول بقدر الإمكان هتضيع وقتك إن عشان تخليهم يرضوا عنك. أنت افعل الصح ولا تجبر أحد عليك ولا تجبر نفسك لأحد. برج الحمل كمان خليك عندك تفاهم مع من يحبك، من تحبه أو مع من يريدك. حاول يكون عندك تفاهم مع حبيبك، تبدأ صفحة جديدة ناصعة البياض. خلي في مساحة مشتركة للتفاهم. كمان لا تعرض نفسك للمشاكل، ابعد عن المشاكل. حاول دايما يا برج الحمل انك تنظر الى الامور بدبلوماسية وحكمة. حاول انك تبعد عن اي مشاكل، خليك عندك حكمة ووعي ومعرفة، لان طريق النجاح امامك ولا داعي للبحث عنه، هو قريب منك. دي كانت بعض النصائح اللي بقول لك تخلي بالك منها عشان تصل إلى أحلامك يا برج الحمل. طيب، إيه ما يحمله شهر أبريل للحمل؟ أولا بيحمل لك بشارة حلوة جاية لك بقوة رب العالمين. يعني عندك حظوظ ممتازة في هذا الشهر، في أمر هتفوز بيه في العمل، في العاطفة هيكون بسببه نجاح ووليمة فرح. عندك فوز عظيم وحصاد لما زرعته. عندك بدايات جديدة. عندك كمان تجديد في شكلك وفي ملابسك وفي أحوالك.
هتشعر إن الفرحة دخلت إلى بيتك، وفي شخص كان مزعلك يا برج الحمل هيرضيك وهيحاول إنه يسعى إلى الصلح معاك، وهيكون بينك وبينه في مصالحة. في عندك كمان رغبة إنك تتمتع بكماليات الحياة، وهتكون عندك شراء سيارة أو أشياء مختلفة أنت محتاجها. في عندك لقاءات جديدة ومثيرة في العمل. كمان عندك يا برج الحمل أشياء جميلة، إن هيكون معاك الحظ قوي، فهتمر بإنك تستطيع توسع دائرة معارفك ودائرة علاقاتك الاجتماعية، فهتكون جذاب، هيتهاتف عليك الأصدقاء، لأنك هتكون إنسان فيك روح المرح وروح الدعابة، في إنسان بتحاول إنك تساعد الآخرين على قد ما تقدر. هيكون عندك يا برج الحمل كمان الذكاء، وهتكون متعاون بالفعل. الشهر ده هيساعدك إنك تدخل الشهور اللي بعد كده في نجاح وفي فرح، لأنك هتشعر إن الحياة خليط من السعادة والفرح. في كمان عندك فرص للسفر، في عندك فرص للزواج إذا كنت غير متزوج، في عندك فرص للتألق وإنك تصل إلى الهدوء في حياتك المهنية والعاطفية. في عندك سعادة قوية في داخل أسرتك بسبب أخبار سارة من داخل الأسرة. في كمان عندك دعوات ومناسبات وسهرات مع الأصدقاء ومع الأهل ومع الأقارب. هيكون عندك كمان تصرفاتك جميلة بتجد السعادة في عيون الآخرين، وبتشعر إنك فرحان وكلك حيوية معاهم يا برج الحمل. هي فترة أبريل، شهر أبريل شهر جميل بالنسبة لأصحاب برج الحمل. فلو عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك، وإلى اللقاء.